في البرد ده ما ينفعناش خالص غير الهوت شوكليت، هو اللي هيدفينا ويبقى طعمه حلو جدا. يلا بينا هقول لكم على اول طريقتين، واستنوا بقى مني طرق تانية كتير. يلا بينا اول طريقه. هنحتاج حوالي 125 مللي لبن، هنحط معاها حدود 100 جرام شوكليت خام مع شوكليت شيبس، يعني المجموع كله يبقى 100 جرام تقريبا. نقلب كويس المكونات دي كلها لغايه ما الشوكليت والشوكليت شيبس يدوبوا خالص في اللبن. وبعدين هروح حاطه ظرف فانيلا، وبعد كده هروح جايبه ربع كوبايه ميه ساقعه، هحط معاهم معلقه صغيره نشا، واروح مدوبه الميه دي منزلها على صوص الشوكولاته. اقلب كويس لغايه ما قوام الشوكليت يتقل. وبس كده، اول طريقه سهله خالص مفيهاش اي افتكاسات. وكنت انا عامله حبه كريم شانتيه وحطيت عليها بشره شوكليت وبس، طلعت بالشكل ده. طعمها حلو جدا، والنشا ما بيأثرش خالص على الطعم، بالعكس هو بيأكد على طعم الشوكليت. دي اول طريقه. الطريقه التانية بقى دي اللي بتعجبكم قوي قوي في المطاعم، انا جبت لكم السر بتاعها. يلا بينا على طريقتها، اللي هي شوكليت بومب، هوت شوكليت بومبس. هحتاج كوبايه لبن كبيره مليانه حلوه، عشان تعملي المقدار ده بيعمل كوبايتين. احط عليه فانيلا واسيبهم يغلوا شويه. وبعدين هعمل حمام مائي لحبه شوكليت، حوالي 50 جرام شوكليت خام. وبعد كده في اي قالب عندنا يكون سيليكون، اهم حاجه بس القالب يكون سيليكون عشان يبقى سهل في ان احنا نطلع الشكل في الاخر. هروح حاطه من تحت حبه شوكليت، اهم حاجه القاعده من تحت تبقى تخينه شويه، ونطلعها على الحيطه بتاعه القالب زي ما انا عملت كده. هندخلها 10 دقايق التلاجة، هتجمد على طول. انا كنت عامله صوص فادج، رحت حاطاه فيها، وبعد كده رحت حاطه تاني من الشوكليت الخام على الوش، ورحت رصه مارشميلو قبل ما الشوكليت تمسك نفسها. وبعدين دخلتهم التلاجة 10 دقايق تانيين، مفيش بتمسك على طول. وبعد كده نطلعها بقى بالشكل ده، افضل امطها كده لغايه ما تطلع معايا بالشكل ده. طلعت بنفس الشكل. بعد كده رحت حاطه عليها اللبن اللي احنا غاليينه، واهم حاجه يكون اللبن سخن جدا عشان الشوكليت تسيح. بصوا بدأت تسيح ازاي. من احلى طرق الهوت شوكليت اللي الناس كلها بتحبها وبتتباع كتير قوي بره.